ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن فيلم حلم العمر اللي المفروض ان هو مش فيلم كوميدي، بس الممثلين كلهم اجمعوا ان هو يبقى مادة خام لاي واحد بيعمل كوميكس. انا بعد ما رجعت سمعت الفيلم تاني ابتديت احن الفيديوهات لوشة. لا لكن لسه في عدته في 3 اشهر تخصين والواد ابنها يخصين. مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس لوشة كريتيف اكتر من مخرج الفيلم. اتكلم يالا عدل يالا استاذ عمر، اتكلم بأدب لو سمحت، اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش هحلق اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش بيبتدي الفيلم باحمد شاب من الاسماعيليه بيحلم انه يبقى ملاكم محترف ويفشخ الواقع. احمد وهو صغير العيال في المدرسه كانت بتضربه وبتاخد منه السندوتشات، ودي اول مره دعم فيها العنف ضد الاطفال. لا بهزر. المهم من ساعتها احمد ابتدى يتعلم ملاكمه عشان يدافع عن نفسه، واحمد لما بيكبر بيبان من تعامله مع الناس القريبه منه ان بنعرف ان احمد شاب جدع جدا وطيب، واللي في جيبه مش ليه، هو مفيش منه اتنين، حاجه كده من ريحه احمد السقا بس ربع الميزانيه. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. اول ماتش ليه في الفيلم بيكسبه وبيعاشر اصحابه بفلوس المكسب، بس في حاجه غريبه، هو المفروض ان ابوه ميت من تقريبا حوالي 20 سنه، البنت دي عندها حوالي 10 سنين، بس هنقول ايه، المخرج عايز كده. فالمهم احمد بيكون عايز يسافر القاهره، بس امه بتكون رافضه عشان المصاريف، وانا شايف ان ام احمد معاها فلوس اصلا، دي فاتحه كشك ومعاها شقه ملك. وبعد كده احمد بيروح النادي هو وصاحبه عشان يتدربوا فيه، وبعد كده بيظهر اكرم، ده المفروض ان هو دور الشريف في الفيلم، فلما بيجي يخش النادي بالعربيه عشان يتدرب لانه بيوقفه وبيقول ممنوع دخول العربيات، فهو بيقول يا سيدي عينينا لمجلس الاداره. وفجاه من غير سبب وبعدها مشى شويه بالعربيه ووقف وقال التعليمات على الكل، انا لا. اللي هو انا مش فاهم انت بتكلم مين، الناس بعيد جدا عنه. وهنا طبعا بتخش نور العنصر النسائي اللي في الفيلم، بس طبعا بطريقه كليشيه جدا، واحمد بيبص لها بنظره حب، واحمد من غير اي مقدمات بيرسم مشهد في دماغه هي وهو، اللي هو تحس ان هم يعرفوا بعض من سنين، ويجي بعدها اول مشهد حقيقي ما بين احمد واكرم، واحمد بعدها بيعرف ان هم جايين يتدربوا مش يتمرنوا. ولما احمد بيروح بيتهم ام بتشتكي له وبتقول له ان العيش هنا ب 15 قرش، انما في الاسماعيليه كان ب 10 قروش تقريبا. ام احمد لو عرفت الاسعار دي دلوقتي هيجي لها تروما. واحمد بيقرر ان هو يروح علشان يتمرنوا عليه عشان 30 جنيه وجبه، والصراحه عرض مغري جدا. وبيبتدي اكرم يتمرن على تايسون صاحب احمد، وعلشان حبيبته واقفه قدامه بيفضل يضرب في دراعه بغير، فاحمد لما بيشوف كده طبعا بيتضايق وبيتدخل، بس تايسون كان دراعه اتكسر، وطبعا نور لما بتشوف ان تايسون اتكسر بتبتدي تساعدهم وتوديهم على اقرب مستشفى. المهم ان احمد بيروح البيت تاني، وتاني يوم نور بتجيله، واحمد بيلاقي حد بيخبط وبيفتح بالملابس الداخليه، اللي هو عادي، هو متعود ان اي حد بيخبط بيفتح له بالملابس الداخليه.